السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة المعهد العالي للطيور. تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات. دائما في إطار الروتين اليومي بخصوص الطيور. كما الشورى الطويرات الحمد لله الأمور غادة بخير، ما كاين لا شجار لا حتى شي حاجة. كاينين بعض الإناث اللي بداو في بناء العش، وكاين اللي مازال. دونك بحكم انني كما شرحت لكم ان الطويرات راه مازال باقيين ما وصلوش، باقي خاصهم واحد 15 يوم ولا شي حاجه بحال هكا، هذه فاش ان شاء الله غيبداو يوضعوا البيض. غير هو واحد المساله بغيت نشير ليها باش يكونوا الاخوان كاملين على علم بها وعلى درايه. دائما كنت كنهضر على خل تفاح بخصوص الطيور. دابا بحال اليوم كاين واحد الصديق اللي هضر معايا على الخاص، هو بخصوص لاح ليا واحد الانثى. الانثى دابا في قمه الجهوزيه، تصابت ب المهم غادا تكون عندها لا دياري، فهمتي؟ البوراز حاشاكم ما مزيانش ديالها. دابا في هاد لا بيريود اللي غادا تبدا هي قريبه تبيض، وغادي نبداو نعالجو فيها. دونك هاد المساله راه ما كاين حتى شي مشكل فيها، غير هذا هو الهدف من عندنا. علاش كنديروا هذيك لا بريفونسيون؟ باش ما نطيحوش في هاد الحاله. الانثى بني كطيح في حاله مرضيه وهي عندها وليدات، راه تقدر ما تكون ما غاداش تعتني بهذوك الفريخات كما يجب. غالبا تقدر ما توكلهمش، يقدروا يوقعوا المشاكل. فلهذا نحنا كنعطيو هذاك خل التفاح باش نتفاداو هاد المشاكل. حيت ملي كنقولوا الوقايه للطويرات، راه بالنسبه لا ديالي راه شي حاجه اللي بسيطه. راه الانسان اللي كان كيعطي الخل التفاح بشكل يومي، ماشي بشكل يومي، كل اسبوع 2 مرات يعطيهم، راه ما غاديينش يطيحوا الطويرات في هاد المشاكل، وغادي نتفاداو هذيك المرحله ديال العلاج. بحال دابا راه كنحاولوا نبداو نعالجوا الطويرات، دونك غادي نتفاداو هاد المشاكل كامله. فلهذا ردوا البال. بالنسبه للطويرات راه كيف ما شفتوا، راه الحمد لله راه كلشي بخير وعلى خير. غير البارح راه كنا قدمنا، كنت حط الفيديو بالنسبه للباطي. الا لاحظتوا الباطي راه تقريبا كامل التكال ديال الطويرات ما بقاش. اليوم راه بني جيت، دابا انا غادي نحاول ما امكن كنعطيكم الحوايج اللي كندير بشكل يومي. دابا راه انا في هذه اللحظه اللي كنهضر معاكم، راه يلاه كي دخلت من العمل ديالي. دونك اول حاجه درت، المهم باطي راه كاين، زدت واحد الورقه ديال الخص. وبالنسبه للخص حاولوا تعتمدوا عليه بزاف في هاد البيريود ديال التفريخ الخوت. راه مهم، راه الخص راه كيعاون على الجهوزيه، وفي نفس الوقت اهم شيء بالنسبه للخص راه كي بحال قلنا واحد العنصر اللي مهم بالنسبه للكالسيوم، وكيساعد الاناث باش نتفاداو هذوك المشاكل ديال البيضه كتحصر فيهم. هذه راه مساله مهمه، راه تقدروا تجربوها. راه الناس اللي ما كيعطيوش الخص راه كيطيحوا في هذه المشاكل، وخصوصا الا ما كانش نديروا في المثال مقوي الطويرات الكالسيوم بزاف، راه كنطيحوا في هذه القضيه ديال انحسار البيض. وهذه المساله راكم عارفين الخطوره ديالها. دونك باش تفاداو هذا المشكل، حاولوا تعطيو غير الخص بشكل يومي في هذه الفتره. ملي تعرفوا الطويرات قريبين يبداو يحطوا البيض، نبدا نحط الخص بشكل يومي. ما كاين حتى شي اشكاليه عليه. ولو كاينين بعض الاخوان اللي ما كيبغيوش، بحكم كيقول لك البوراس كيبدا هو اللي كما كنقولوا جاري. ولكن راه اهم حاجه اللي كنفكروا ليها نحنا هو الصحه ديال الطير، باش نتفاداو الحالات المرضيه. ولا راه انت راه بني كتحصل فيها البيضه، راكم كتشوفوا الحاله كيفاش كتولي مسكينه. دونك عطيو غير الخص، راه الخص كيحل هاد المشاكل. دابا راه هانتوما كيف ما شفتوا الطويرات راه الحمد لله راه غاديين بخير. راه هاد النسوات حتى هما راه كاينين بعض النسوات اللي بداو هنايا، راه رغم انني باقي ما عاطيهم حتى شي حاجه، ولكن راه كاينين بعض الاناث اللي بداو
كياخذوا وضعيه التلقيح. كاينين واحد جوجات هنايا موجودات كاع. هادو راه تا هما كنعطيهم شويه الخس، شويه الفلفله، الباطي اللي درنا. هادو هما الحوايج اللي كنحاول نعتمد عليهم باش نجهز بهم الطويرات ديالي. دونك كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. غير هو واحد الملاحظه، يعني كنشكر بعدا الاخ نوفل اللي اشاك فوا يعني كيحط دي كومونتير وكيقول لي بقى دير فيديوهات بحال هذا الشكل. خويا نوفل راه ماشي توقفت على الفيديوهات، ولكن ما بقاش الجديد بحكم ان الطيور يعني كانت دائما معزوله كيف ما كنقولوا مجموعه، يعني ما كاينش شي جديد باش غادي نصوروا الفيديوهات. كما قال هذاك عاوتاني غتبقى غير قوه الهضره على القناه. كنحاولوا نعطيو شي حاجه اللي تكون مفيده. دابا الحمد لله راه يعني راه بدينا في الوقت ديال التفريخ. دابا دائما غيكون جديد، غنبداو يعني نديروا عاوتاني هذاك الروتين يعني بشكل يومي باش نشوفوا التطورات ديال الفريخات ديال البيض اللي غادي يخرج خاوي. ولو انني متاكد ان نسبه كبيره ديال البيض غادا تخرج خاويه في هذا العش الاول. اللي كيما كتعرفوا انني ما بريباريتش، موالف كنعاون يعني نخدم بلا شيمي الى غير ذلك. علاش؟ لان كان الغرض عندي هو ندير واحد العدد كبير ديال الانتاج. اما دابا هاد السنه ما نكذبش عليكم، يعني بحكم راكم عارفين السوق كي دايره والطيور راه ما كيتباعوش، لي كونكور ما بقاوش. دونك غادي نفرغ ان شاء الله هاد السنه كما قال هذاك، غادي غير نضحكوا شويه. جات شي حاجه مرحبا، ما جات صافي. يعني راه الطويرات بشكل طبيعي راه كما كتعرفوا راه من نهار اللي تفطموا الطويرات راه الاغلبيه يعني معتمد غير على الزوان والماء، ومره في السيمانه كنلوح شي حاجه ديال الخضار ولا شي حاجه ديال الباطي غير باش الطويرات يولفوا عليه وما يضرهمش نهار اللي نبدا نقدم هاد المسائل. بالنسبه للذكور راه ما بقاوش عندي، باقي عندي غير واحد الطير مريض سي نورمال. يعني راه شي حاجه اللي مريض راه ما يمكنش، هو ماشي مريض ولكن فيه هذاك المشكل ديال الجص، يعني فيه هذاك الريش تكمشي. وما نكذبش عليكم يعني بواحد الوتيره كبيره سيرتو يعني في المخرج ديالو. ما بغيتش نقرب ليه لانه غادي يتصاب، يعني غيتجرح بزاف وربما يقدر يضيع. خليته لعل وعسى. دابا حاليا كنحاول ما امكن ندير ليه غير بحال الشكل ديال فازلين ولا حليب، ربما باش ترطب ليه غير هذاك الجلد ديالو يقدر يتلاح هذاك الريش. خليته هكاك راه هو في يد الله. عاش هي هذيك ما عاش. المهم دابا هو راه الصحه ديالو مزيانه، ولكن من الخلف ديالو راه كامل يعني في شكل. دابا نصورو ونوريه لكم. شو سبحان الله هاد الحاله يعني مسكين اللي فيها. يعني بان لي داك الشيء كثير بزاف ما بغيتش نقرب ليه. سيرتو جا في منطقه حساسه. غنخليو ان شاء الله بحال هكا. لان كان دارت عندي واحد التجربه ديال واحد الطائر اللي ما بصراحه كان بحال كنت هو كثير وما قربتش ليه، ولكن مع المده غنتلاحظوا هذا دابا الطير شويه فيه الريش بكثره، هو اللي كيطيحوا في هذه المشاكل. وهاد المشاكل راه كيعرفوها الدراري اللي كيخدموا كناري كولور بحال لايغات. يعني هذاك الكنار اللي كيكون خصوصا فيه الريش بكثره بحال هذاك اللي مفتل، الكناري المفتل راه كيعانيو بزاف من هاد المشاكل ديال الجص. ويعني فهمتي صراحه ما كاين لي حل. ما صراحه المشكل هو انني ما ديتهاش في الاول. يعني كان في الاول نقدروا نداويوه، ولكن دابا راه يعني الحاله ديالو ما من الاحسن بلا ما نقربوا ليه. نخليه ان شاء الله في يد الله لعل وعسى يتشافى. والله العظيم ومن كثره ان هذا المشكل حاولت كاع هذاك لاصوش اللي فيها هذا المشكل كلنا نحيدها باش نتفادى هذه المشاكل بحالكم. سبحان الله ديك واحد الكوبله ضروري كتعطيني هادو فيهم الزغب بزاف، ودائما كيخرجوا لي طيور بحال هكاك لدرجه هذيك الكوبله حيدتها على قبل هذا المشكل. دونك هادشي اللي كاين اليوم، وان شاء الله الا كاين شي جديد راه غنخبركم به باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سمحوا لي عاوتاني غادي نزيد واحد المعلومه، غير هو بالنسبه للاخوان يعني اللي متابعين الفيديوهات ديالنا.
يعني باش تكون عاوتاني فيديوهات زوينه ومحتوى زوين، حتى نتوما الا عندكم شي اراء ولا عندكم شي مواضيع اللي بغيتو نهضروا فيها وتستافدوا، يعني هذاك الشيء اللي قدرني عليه الله وعرفته يعني نبارطاجيه معكم، مرحبا الف مرحبا. يعني خليوا لي الاسئله، وراه من خلال الاسئله ديالكم ان شاء الله نقدر نصايب الفيديوهات. يلا الاخوان تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.